يبدأ الفيلم في عالم سحري مليء بالمغامرات والكائنات السحرية. كان السحر الذي يستخدم في معظم جوانب الحياة أبرز ما يميز هذا العالم. كان الناس يعتمدون على السحر في الدفاع عن أنفسهم ضد الوحوش وإشعال النيران وتقديم المساعدة للمحتاجين. ومع ذلك كان إتقان السحر أمرا صعبا جدا، مما دفع الناس إلى اللجوء إلى الاختراعات. وقد اخترعوا أول مصباح كهربائي وفران الغاز. ومع مرور الوقت تطورت الحياة وأصبحت أكثر سهولة، واختفى السحر من العالم الذي تغير تماما، حتى أن وحيد القرن السحري أصبح متشردا في الشوارع. وفي أحد البيوت نرى ولدا يدعى إيان وهو يرتدي ملابسه ويستعد للذهاب إلى المدرسة. بمجرد أن ينزل من على السلم تأتي تنين صغير لتحتضنه وتسقطه على الأرض، لكن والدته تأتي وتبعد التنين عنه وتذكره بأن اليوم هو عيد ميلاده ال16، ثم تتحدث عن والده الراحل قائلة إنه لو كان لا يزال على قيد الحياة لكان سعيدا به. بعد ذلك يذهبان معا إلى المطبخ، وتطلب الأم من إيان أن يدعو أصدقائه من المدرسة إلى حفلة عيد ميلاده، لكن إيان يشعر بالتردد وعدم الثقة في نفسه ويخاف من دعوة أصدقائه. عندما يذهب إيان لتناول الإفطار يأتي أخوه بارلي ليحتضنه ويحدثه عن الأساطير والتعاويذ السحرية، ويتصارع مع والدته التي تطرحه على الأرض فورا. يذهب بارلي لرمي القمامة، يظهر الشرطي برونكو ويوبخه بسبب تصرفاته المتهورة، ويعرض له فيديو يظهر فيه وهو يعرقل هدم نافورة قديمة. يوضح بارلي لوالدته أن النافورة ذات قيمة تاريخية، فتعتذر الأم للشرطي وتطلب منه الدخول لتناول الإفطار. نكتشف أن برونكو هو زوج والدتهم، وأن بارلي مهتم بالتاريخ والسحر. يتحدث بارلي مع إيان عن ذكرياته مع والده، ما يؤدي إلى تمزيق قميص إيان. بعد ذلك يذهب إيان إلى مطعم، حيث يقابل شخصا كان زميل والده في الجامعة، الذي يخبره عن شجاعة والده مما يسعد إيان، ثم يودعه ويغادر. بعد ذلك يجلس أمام المدرسة ويبدأ في كتابة قائمة بالأشياء التي يرغب في تحقيقها، مثل التحدث بثقة وتعلم القيادة ودعوة أصدقائه إلى حفلة عيد ميلاده ليصبح واثقا من نفسه مثل والده. عند دخوله الفصل يجد زميله واضعا قدمه على كرسيه، فيطلب منه بلطف أن يزيل قدمه، لكنه يرفض، مما يجبر إيان على الجلوس وهو يشعر بالإحباط. يتوجه إيان لتعلم القيادة، لكنه يشعر بالخوف عند محاولة القيادة على الطريق السريع ويعبر عن عدم استعداده. يرى مجموعة من زملائه ويقرر دعوة زملائه إلى حفلة عيد ميلاده. يكتب الدعوة على يده ويذهب إليهم، لكنه يتحدث بتوتر مع زملائه. وعندما يأتي بارلي بسيارته ويقود بتهور يطلب من إيان أن يجلب زملائه ليركبوا معه، مما يزيد من توتر إيان. يضطر إيان في النهاية إلى إلغاء حفلة عيد ميلاده ويعتذر لزملائه، ثم يعود إلى المنزل مع بارلي. في المنزل يشعر إيان بالحزن ويبدأ في مراجعة جميع الأمور التي لم يحققها. يستمع إلى شريط تسجيل قديم لوالده ويتحدث إليه كما لو كان حيا. عندها تأتي والدته وتمازحه ويسألها عما إذا كان والده كان واثقا في نفسه في سنه، فتجيبه أنه استغرق وقتا لاكتشاف شخصيته. تعطي الأم لإيان وبارلي هدية من والدهم، وهي عصا سحرية، وتوضح أن والدهم تركها لهما ليحصلوا عليها عندما يبلغان سن ال16. نجد الرسالة المرفقة بالعصا هي تعويذة تمكنهم من رؤية والدهم ليوم واحد فقط، وتكشف الرسالة أن تنفيذ التعويذة يتطلب جوهرة العنقاء التي تكون موجودة مع الهدية. يتحمس بارلي ويستخدم جوهرة العنقاء في العصا السحرية، لكن التعويذة لا تنجح، وبعد محاولات عديدة يستسلم ويغادر مع والدته، بينما يظل إيان حزينا. فجأة تتحرك العصا وتنجح التعويذة، لكن تنكسر الجوهرة ويظهر نصف والدهم السفلي فقط بين الملابس. يحاول إيان وبارلي التواصل مع نصف والدهم السفلي. بارلي يتذكر أن والدهم سيستجيب عندما يضرب على ساقه ويبدأ في التفاعل معهم. يكتشفون أن التعويذة ستنتهي عند غروب الشمس ويحتاجون إلى جوهرة عنقاء جديدة لاستكمال التعويذة. بارلي يخرج بطاقات الألعاب الخاصة به ويشرح لإيان أن عليهما الذهاب إلى عرين المانتيكور، حيث توجد خرائط يمكن أن تساعدهم في العثور على جوهرة العنقاء. يعتقد إيان في البداية أن الأمر مجرد لعبة، لكن بارلي يقنعه بأن اللعبة مبنية على حقائق. يوافق إيان وينطلق مع بارلي ووالده إلى عرين المانتيكور بسرعة. بعد قليل يصلون إلى الطريق السريع ويخرجون من المدينة. إيان صنع جزءا علويا لوالده، ثم يعطي بارلي إيان كتابا للتعاويذ ويطلب منه التدرب على السحر. رغم أن إيان يعتقد أن الكتاب مجرد لعبة، لكن بارلي يؤكد أن التعاويذ فيه أصلية. ننتقل إلى والدة إيان وبارلي التي تصدمها حال الغرفة عندما تدخلها وتجد بطاقات اللعبة وتفهم أنهم ذاهبون إلى عرين المانتيكور.
المانتيكور، فتأخذ السيارة وتنطلق خلفهم. بعد قليل يوصلون إلى عرين المانتيكور، وهو بيت يبدو مرعبا ومخيفا للغاية. يقتربون من المنزل وهم خائفون، ولكن عندما يفتحون الباب يجدون أن المكان تحول إلى مطعم مخصص لأعياد الميلاد. يستغربون عندما يرون المانتيكور وهي تقدم الطعام للزبائن. يذهب بارلي للتحدث إليها ويطلب منها خريطة لجوهرة العنقاء، فتفرح المانتيكور وتعرض عليهم لغزا وتوضح لهم أن اللغز مبني على خرائط قديمة، وتشير إلى الخريطة الحقيقية المعلقة على الحائط. يركض بارلي لأخذ الخريطة بسرعة، لكن المانتيكور تأخذها منه ثانية، وعندها يظهرون والدهم ويطلبون منها أن تعطيهم الخريطة لأنهم بحاجة إلى الجوهرة لإكمال التعويذة. تنصدم المانتيكور بهذا، لكنها تقول لهم إنها لا تستطيع إعطائهم الخريطة لأنها لم تعد ترسل الناس إلى مهام خطيرة، وتعتذر وتعود إلى الزبائن. يحاول إيان إقناعها لأنه يود رؤية والده، لكنها ترفض وتقول إنها لا تستطيع تحمل مسؤولية أي أذى قد يصيبهم. يغضب إيان ويصرخ عليها مذكرا إياها بماضيها المليء بالمخاطر والمغامرات، فتتأثر وتسترجع ذكرياتها الجميلة وتبدأ في الاضطراب لأن المكان تحول إلى مطعم. تتعرض المانتيكور للإهانة من الدمية المجاورة، مما يجعلها تفقد أعصابها وتهاجم الدمية وتحرقها وترميها للزبائن، ثم تطلب من الزبائن مغادرة المكان. للأسف النار تنتشر وتبدأ في حرق المطعم، مما يسبب فزع الزبائن واندفاعهم للخروج بسرعة. تسقط الخريطة وتحترق. يركض إيان بسرعة لإخماد الحريق، لكنه لا ينجح في إنقاذ الخريطة التي تحترق بالكامل. في هذه اللحظة يأخذ بارلي إيان وينجحان في الهروب من المكان بسرعة، لكن والدهم يضل عنهما ويكاد يقع عليه جزء من السقف. في اللحظة الأخيرة يستخدم إيان تعويذة التحريك لرفع هذا الجزء ونقل والدهم، ويأخذهم بعيدا من المكان بأسرع ما يمكن. بعد ذلك يعودون لاستكمال رحلتهم. يكون بارلي سعيدا لأن إيان استخدم تعويذة سحرية ويعرض له اللغز الذي حصل عليه من المطعم. يكتشفون أن الجوهرة موجودة في جبل يسمى منقار الغراب. يفضل بارلي أن يسلك طريق بيريل بدلا من الطريق السريع، لكن إيان يصر على السير عبر الطريق السريع. رغم معارضة بارلي يوافق على السير عبر الطريق السريع، ويبدأون رحلتهم. في الوقت نفسه تكون والدة إيان وبارلي في طريقها إلى عرين المانتيكور، حيث تتحدث مع الضابط برونكو، وتعلم ما حدث عندما تصل إلى العرين وتجد المكان محترقا. تجري سريعا لتطمئن على أولادها. تتحدث مع المانتيكور التي تخبرها أن أولادها بخير، لكنها تنبهها إلى أنها نسيت أن تذكر اللعنة المرتبطة بالجوهرة، وتطلب منها أن تذهب لإنقاذهم. الشرطي يصل ويطلب منها أن تأتي معه لأنها تسببت في الحريق. تأتي فكرة لوالدة إيان وتشرح للشرطي أنها تعرضت لجروح صغيرة أثرت على قواها العقلية، وتطلب منه أن يتركها تعالجها وإلا قد تتحول إلى وحش وتهاجمهم. يقتنع الضابط بكلامها، وعندما يعود للاطمئنان عليهم يكتشف أنه تم خداعه. في هذه الأثناء تستغل الأم الفرصة وهربت مع المانتيكور في سيارتها. نعود إلى بارلي وإيان اللذان يتجهان نحو جبل منقار الغراب، ويسخرون من تصرفات الضابط برونكو. فجأة السيارة تتوقف ويجدون أنفسهم بحاجة إلى البنزين. يشعر بارلي بالقلق لأن الجالون يحتوي على بضع قطرات فقط. تأتي إيان فكرة ويسأل بارلي إذا كان هناك تعويذة يمكن أن تحل المشكلة. يرد بارلي إن هناك تعويذة تكبر أي شيء، وإذا كبر الجالون يمكنهم زيادة كمية الوقود فيه. يشرح بارلي لإيان كيفية استخدام التعويذة. يبدأ إيان باستخدام قوة العصا السحرية لمحاولة تكبير خزان الوقود، وتبدأ التعويذة في العمل، لكن بارلي يستمر في تقديم النصائح، مما يتسبب في توتر إيان وتقلص الجالون ثانية. يفشل الأمر، لكن بارلي يفرح عندما يرى أن الخزان كبر، ثم ينصدم عندما يكتشف أن حجمه هو الذي تقلص. ينزعج الأب عندما يلمس بارلي ويعرف أن حجمه تقلص، ويلوم إيان بارلي لأنه تسبب في ذلك. يقررون البحث عن محطة وقود وينطلقون، وبعد قليل يصلون إلى محطة وقود. تأتي الدراجات النارية، ويكتشفون أن مجموعة من الجنيات الصغيرة كانت تقود هذه الدراجات وتدخل إلى السوبر ماركت. يدخل إيان ومن معه ويشاهدون تصرفاتهم العنيفة والوحشية. يذهب إيان إلى صاحب المحل لشراء بعض الأشياء ويطلب منه تعبئة الجالون بالوقود، ويذهب بارلي إلى الحمام. نعود إلى والدة إيان والمانتيكور، حيث تعتذر لعدم إخبارهم باللعنة التي ستظهر على شكل وحش يدمر كل شيء بمجرد حصول أي شخص على الجوهرة. توضح المانتيكور أن تدمير اللعنة يتطلب طعن مركزها بالسيف السحري، لكنها باعت السيف وتعرف مكانا قد يكون فيه، فتقرر الذهاب لاسترجاعه. في هذه الأثناء يعبئ إيان جالون الوقود،
ويسمع إيان بارلي يتحدث إلى الجنيات، فتغضب إحدى الجنيات عندما يضرب والد إيان الدراجات الخاصة بهم، فتقرر مهاجمتهم. يهرب إيان ومن معه إلى السيارة، حيث يملؤونها بالوقود ويختبئون بها قبل وصول الجنيات. بما أن حجم بارلي صغير يطلب من إيان قيادة السيارة، يبدأ إيان بقيادة السيارة بسرعة، والجنيات تلاحقهم بالدراجات النارية. يسرع إيان ويخرج إلى الطريق السريع، لكنه يشعر بالخوف من المرور بين السيارات. يشجعه بارلي ويحفزه حتى يدخل بين السيارات، وهو يقود بسرعة كبيرة. رغم ذلك تستمر الجنيات في مهاجمتهم وتحاول تدمير السيارة. تصل الجنيات إلى الشباك وتمسك إيان بسلسلة، ويظل بارلي يحاول تحريره. في اللحظة الأخيرة ينجح بارلي في تحرير إيان، وبسبب خروج رأس الأب من الشباك والتلويح معتقدين أنه يستفزهم، تقفز الجنيات للسيارة ويهاجمون إيان، ويتعرض بارلي أيضا للهجوم. تأتي فكرة لإيان لتشغيل المبرد الذي يلقي بالجنيات خارج السيارة، ويمسك إيان بارلي قبل أن يطير، لكن مجموعة الجنيات تظل تلاحقهم. يقطع إيان الطريق السريع ويغير الاتجاه إلى الجسر في اللحظة الأخيرة، وعندما تحاول الجنيات أن تفعل نفس الشيء تصطدم وتسقط على الأرض. بالصدفة يكتشفون أنهم يمكنهم الطيران. بارلي الذي يبدأ في العودة لحجمه الطبيعي وبالخطأ يدوس على البنزين، مما يجعل السيارة تنطلق بسرعة. على الطريق ترى الشرطة السيارة وتطلب منهم التوقف، فينزل والدهم ويذهب للشرطة، مما يسبب توتر إيان. يهدئه بارلي ويقترح عليه استخدام تعويذة التنكر حتى لا تقبض عليهم الشرطة. يتنكرون في شكل الضابط برونكو. يجيب إيان على أسئلة الشرطة بتوتر. تتعاطف شرطية مع إيان معتقدة أنه برونكو لمحاولته جاهدا أن يتعامل مع الأولاد كأب، وتقول إن بارلي شخص فاشل، ويؤكد إيان كلامها، ويبدأ شكله بالتغير. ويركبون السيارة قبل اكتشاف أمرهم. ترى الشرطية الخطوات وتشك في الأمر، وتطلب الاتصال ببرونكو. يشعر بارلي بالإحباط ويزيد صوت الموسيقى ليغطي غضبه. يتوقفون أمام ماكينة بيع طعام، ويبدأ إيان بتبرير ما قاله، ويرون والدهم يرقص ويأتي ليسحب بارلي ويجعلهم يرقصون معا. بعد أن ينتهوا يدرك إيان أنه لا ينبغي الحكم على بارلي بسرعة، ويقررون متابعة طريق بيرل الذي يعتقدون أنه سيقودهم إلى الجوهرة. في هذه الأثناء تصل والدة إيان والمانتيكور إلى متجر لبيع الأدوات القديمة، ويحصلون على السيف بمبلغ زهيد، ولكن عندما تعلم صاحبة المحل إنه سيف نادر تطلب مبلغا ضخما مقابله، لكن المانتيكور تلدغها وتصيبها بالشلل، ويأخذون السيف وينطلقوا بالسيارة. نعود إلى الضابط برونكو الذي يعرف ما حدث. بالصدفة يرى صدام السيارة ويمشي في نفس الطريق. في اليوم التالي يواصل بارلي وإيان طريقهما الصعب، ويكتشفون أنهم وصلوا إلى حافة منحدر عميق يعرف باسم خندق الهلاك. ويشعر بارلي بالفرح عندما يرى الجسر المتحرك القديم، ويعرف أنهم بحاجة إلى تحريكه لتجاوز الخندق. يشرح بارلي أن تعويذة جسر الثقة ستساعدهم، ولكنها لا تعمل إلا عندما يمشي عليها إيان، رغم أن إيان يشعر بالقلق ويعتقد أن بارلي مجنون، لكنه يثق في بارلي ويشرع بالسير على الجسر. يقع إيان في خندق الهلاك، لكن الحبل ينقذه ويشجعه بارلي على الاستمرار. إيان يتمكن من العبور بنجاح رغم أن عقدة الحبل تنفك، وكاد يسقط على آخر خطوة، ولكنه تمكن من التسلق وإنزال الجسر. عندما يصلون إلى الجانب الآخر يلاحظون تمثالا لغربان على قمة الجسر، ويدركون أن عليهم متابعة التماثيل للوصول إلى الجوهرة. فجأة يظهر الضابط برونكو ويعنفهم على ما فعلوه. يشرح بارلي الموقف بأنهم بحاجة إلى جوهرة العنقاء لرؤية والدهم، لكن برونكو يرفض ويطلب منهم العودة إلى المنزل لأن والدتهم قلقة عليهم. يعتذرون لبرونكو ويعودون إلى السيارة، لكن برونكو يتبعهم بسرعة. عندما تقترب الشرطة يطلب بارلي من إيان استخدام تعويذة البرق لسد الطريق بالصخور. يحاول إيان تنفيذ التعويذة، ولكنها قوية جدا ولا تنجح. بينما تقترب الشرطة منهم بارلي تأتيه فكرة فجأة، فيذهب إلى سيارته ويشغلها ويضع صخرة بداخلها، ثم يعدل اتجاهها ويجعلها تنطلق بسرعة، فتطير السيارة في الهواء وتضرب الصخور وتسقط وتسد الطريق تماما. عندما يصل برونكو والشرطة يجدون الطريق مسدودا، بينما يشعر بارلي بالحزن لأنه دمر سيارته. فيعود هو وإيان ووالدهما لمتابعة طريقهم، ويستمرون في السير على أثر كل غراب حتى يصلوا إلى غراب يشير إلى الأرض. عندما ينظر إيان إلى انعكاس الغراب يلاحظ قطعة غريبة ويخرجها ليكتشف أنه مرسوم عليها نهر. يفهم هو وبارلي أنهما يجب أن يسيرا على مجرى النهر،
ويدخلون إلى نفق ويواصلون السير داخله وهم خائفون ومرعوبون. تخطر لبارلي فكرة إنهم لو كانوا يملكون شيئا يطفو يمكنهم استخدام تعويذة التسريع ليعوموا فوق الماء، فيستخدمون السحر ويكبرون حبة شيبس، وإيان يلقي عليها تعويذة التسريع وينطلقون بسرعة كبيرة. وبعد فترة يصلون إلى نهاية الطريق ويخرجون من فوق حبة الشيبس ويدخلون إلى آخر بوابة. عندما ينظر إيان إلى ساعته يكتشف أن لديهم ساعتين فقط قبل غروب الشمس، وينصدم لأن الطريق مليء بالأفخاخ. فجأة يسقط مكعب هلام من السقف ويذيب أي شيء في طريقه. يأخذ بارلي وإيان الدروع ويجريان بسرعة وهما يحملان والدهما وسط الأسهم التي تطلق من كل مكان، ولكنهم يصلون إلى خندق في الأرض ويطلب إيان من بارلي أن يقفز في الخندق. بمجرد أن يفعل بارلي ذلك يستخدم إيان السحر ليجعله يطفو ويعبر فوقه ويخرجه في اللحظة الأخيرة قبل سقوط الهلام. فجأة يبدأ المكان في الامتلاء بالماء ويصبحون على وشك الغرق. بالصدفة يلاحظ إيان زرا على الأرض فيغوص بسرعة ويضغط على الزر فيفتح الباب، لكنه لا يستطيع حبس أنفاسه طويلا ويغلق الباب. في لحظة حرجة إيان وبارلي يغطسان في الماء ويحاولان دفع والدهما للضغط على زر يفتح الباب. بعد محاولات عديدة ينجحون في فتح الباب ويخرجون من الماء ويتسلقون السلم لاستعادة جوهرة العنقاء، لكنهم يكتشفون أنهم عادوا إلى المدينة. فيصاب إيان بالصدمة ويغضب على بارلي ويعتبره مسؤولا عن تأخيرهم ويتركه ويذهب ليجلس على حافة الجبل. يجد إيان أنه فعل كل الأشياء التي كان يرغب بفعلها بمساعدة بارلي، مثل القيادة وتعلم السحر والرقص، ويشعر بالسعادة لدعم بارلي المستمر. فيقرر أن يعتذر له. بارلي يكتشف أن الجوهرة في النافورة القديمة ويضع الصخرة فيها مما يؤدي إلى خروج جوهرة، لكن فجأة يخرج دخان أحمر من النافورة يدمر المدرسة ويشكل تنينا صخريا عملاقا ويطارد بارلي. يجري بارلي نحو إيان، لكن التنين يهاجمهم ويفرقهم بالنار، وكان على وشك الانقضاض على إيان، ولكن في اللحظة الأخيرة يهاجمه أحدهم ويتضح أن المانتيكور التي تمكنت من الطيران هي المسؤولة عن الهجوم. تستغل والدة إيان الفرصة وتطلب من أولادها أن يذهبوا لرؤية والدهم قبل غروب الشمس. ينطلقان بسرعة بينما يطارد التنين المانتيكور ويهاجمهم بالنيران، لكن المانتيكور تطير وتدور حوله وتقطع جناحيه. في تلك اللحظة يصعد بارلي وإيان إلى قمة الجبل ويستخدم إيان الجوهرة ليكمل التعويذة. في تلك الأثناء كانت المانتيكور على وشك قتل التنين، لكن التنين يضربها بذيله ويسقطها على الأرض مع والدة إيان. تغضب والدة إيان وتأخذ السيف وتنطلق بسرعة لتتسلق على التنين وتثبته في مركزه. في تلك اللحظة يواصل إيان إكمال التعويذة وبارلي يساعده ويثبته بمكانه. حينها تطير الجوهرة وتدخل جسم والدهم وتبدأ في إتمام جسده، لكن للأسف يدفع الوحش والدة إيان بعيدا ويتحرر ويطير السيف بعيدا. ويطلب بارلي من إيان أن يبقى هنا ليشاهد والده، ويقول له إنه دائما كان يهتم به وأنه هو من يستحق مقابلة والده، ثم يتركه ويذهب لمحاربة الوحش. يركض بسرعة ويمشي على الهواء ويستخدم العصا السحرية ليحارب الوحش، لكنه يلقى بعيدا وتسقط العصا السحرية في الماء. يغضب الوحش عند رؤية الجوهرة وينطلق نحوها. لحسن الحظ يجد إيان شظية من العصا السحرية في يده ويستخدم السحر لتكبير الشظية وتحويلها إلى عصا كبيرة. يستخدم تعويذة البرق القوية لتدمير الوحش، ولكن الوحش لا يزال على قيد الحياة. لحسن الحظ تستطيع والدة إيان الحصول على السيف وترميه لإيان الذي يهاجم الوحش به ويدمره تماما، ولكن للأسف تنهار الأنقاض حول إيان ويحاصر من كل الجهات، ورغم محاولاته للخروج لكنه لا يستطيع. تكتمل التعويذة ويظهر والد إيان وبارلي ويشاهد إيان والده من وسط الأنقاض ويشعر بالسعادة لرؤيته. يرى والده وهو يحتضن بارلي ويودعه، ويأتي بارلي إليه ويخرجه من وسط الأنقاض ويخبره أن والدهم بأنه فخور به جدا، وطلب منه أيضا احتضانه. يتأثر إيان بشدة ويحتضن بارلي. بعد فترة نرى إيان أصبح شخصا واثقا وجريئا ويشارك زملائه في الفصل بما حدث معه، ويشرح لهم أنه استخدم السحر لإعادة المدرسة كما كانت بعد أن دمرت. عند عودته إلى المنزل تكون والدته فخورة جدا به، وكذلك الضابط برونكو يهنئه وهو يجري في الشارع سعيدا ومبتهجا. أصبح بارلي وإيان أقرب لبعضهما وقد صنعوا سيارة، ويستخدم إيان السحر لجعل السيارة تطير بهم في الهواء. في النهاية، ما رأيك في الفيلم؟ اترك تعليقك، ولا تنسى دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة لمتابعة الفيديوهات القادمة، وراجع الفيديوهات السابقة. إلى اللقاء.